أول حاجة عشان تعيش بسلام، اوعى تستنى المقابل من حد. يعني لو هتعمل خير أو معروف في حد، اوعى تستنى إنه يرده ليك، لا اعمله لوجه الله، علشان لما يقابل إحسانك ده بالسوء ما تتضايقش وما تفقدش سلامك الداخلي، فتبقى انت من الأول مش متعشم فيه ولا مستني منه مقابل، لكن انت عامل الخير أو المعروف ده لوجه الله. وافتكر دايما إن ربنا قال في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تاني حاجة عشان تعيش بسلام، ما تحشرش مناخيرك في حياة غيرك، لأن ده غير إن هو ممكن يدخلك في دايرة القيل والقال، ممكن يخليك تدخل في حوارات ومشاكل انت في غنى عنها. يعني مثلا فلان زعلان من فلان وجاي يشتكي لك وياخد رأيك، يعمل ايه؟ فما تنساش تعمل بنصيحة حبيبك النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت يا تصلح وتذكر محاسن الطرف التاني عشان الأمور تهدى أو تتصلح، يا تصمت وتسكت أفضل. لكن بلاش جو بقى ان انت توافقه في كل اللي بيقوله وتحسسه ان هو صح، او تجامله وتعمل حبيبه عشان تبان ان انت خايف على مصلحته، لان ممكن بده انت تخرب حياته. فحضرتك لما حشرت مناخيرك في حياته وقلت رأيك، كنت سبب في خراب بيت. كده حياتك عمر ما هيكون فيها سلام، لان ربنا طبعا مش هيسيب لك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وتحسبونه عند الله هينا وهو عند الله عظيم. تالت حاجة، انك تتقي ربنا في كل افعالك. يعني دايما حط قدام عينك ربنا والحلال والحرام. لما ما تعملش حاجة ما تعملهاش عشان هي مش عيب، لا، عشان هي حرام. ويا ريت تربي ولادك على الحرام مش العيب، لان طبعا العيب مع الوقت خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن ما يبقاش عيب، لكن الحرام هيفضل حرام. فمثلا لو هتبر والديك، انت مش هتبرهم عشان لو ما عملتش ده هيبقى عيب، لا، انت هتبرهم عشان انت لو ما عملتش ده هيبقى حرام. فانت لما هتبرهم هتبقى بتتقي الله فيهم. ومثلا انا مش هكذب عشان هتقي الله عشان ما وقعش الناس في بعض، فده هيخليك تعيش في سلام بعيد عن القيل والقال والمشاكل. كذلك لو انت صليت اللسان ولسانك غلط، فهتبدأ تغير من لسانك ومن اسلوب كلامك، وتتقي ربنا حلوة قوي في ألفاظك. طبعا هيجنبك مشاكل في حياتك كتير ويخليك تعيش في سلام. فانت بكده هتعيش في سلام مع نفسك ومع اللي حواليك. وافتكر دايما ان ربنا قال في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانت حياتك عيشها صح، هتعيشها في سلام.